السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اميرة محمد من قناة يوميات اميرة محمد. يا رب اقدم لكم حاجة تكون تعجبكم، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. اولا احنا هنعمل سمك، جايبين سمك النهاردة من السوق. بص السمك عامل ازاي، بولت جايبين له كبير. ماشي كله كده السمك بتاعنا ماشي. ده اللي هنعمله غدا النهارده، السمك البلط ده. انت بقى وراحتك، بتجيبي انت ايه على قد افراد عيلتك. ماشي. وعملنا لهم ايه؟ عملنا لهم التتبيله بتاعتهم، تتبيله جميله اهي زي ما انتوا شايفين. حطينا فلفل اخضر، لو في احمر ماشي، ده او ده يمشي، وتوم وكزبره وكمون، وحطينا شويه كركم وشويه كاري، وعصرنا عليهم ليمون. وهنبدا ايه؟ نتبل السمك بتاعنا من بره ومن جوه. انا ما بتبلهوش من بره بصراحه، لما بيكون صغير بتبله بس من جوه وخلاص. انما ده عشان كبير فتحته كده علشان يستوي بردك معانا في القليه. هتبله من بره ومن جوه بالتتبيله اللي احنا عملناها دي. ماشي. وهنسيبه في التتبيله ديت لحد ما نعمل الرز بتاعنا ونحضر الحاجه اللي ايه، اللي جنب السمك ده. هتبله وارجع لكم تاني. بصوا بعد ما تبلناه اهوت من بره ومن جوه، شايفين المنظر عامل ازاي اهوت، والتتبيله من جوه كمان اهو. وكنا جايبين شويه بسارية، كملنا على التتبيله بتاعتها بردك، حطينا التتبيله بتاعت السمك على البسارية دي. ماشي. هنسيبهم بقى وهنركنهم على جنب كده لحد ايه ما ياخدوا ويدوا مع بعض في التتبيله دي. التتبيله دي جميله جدا، الملح مع الكمون مع الفلفل مع كركم مع كاري، تتبيله للسمك تحفه 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 جميله. ماشي. هنحط ده كله في جنب على ما نعمل ايه، شويه الرز بتوعنا، ونعمل السلطه كمان. بس هو الرز الاول اللي هنعلق عليه. بعد ما الرز يبتدي يغلي، هنبتدي بقى ايه، نقلي السمك ده، بس ايه ما ياخد شويه من التتبيله. شايفين المنظر السمك عامل ازاي؟ بصوا من جوه اهو، التتبيله من جوه ومن بره تحفه ازاي، جميل. والسمك صابح وصاحي وجميل تحفه. احنا بصراحه من بعد العيد ما كانش حد كل سمك خالص. اه هنركنه على ما نعمل شويه الرز. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا الرز بقى بتاعنا. رجعنا للسمك بتاعنا بقى الاصلي. وعايزه اقول لكم، مين زي بيعشق ينظف البوتاجاز وهو بيعمل الاكل. انا لقيت البوتاجاز مش نضيف شويه، رحت منضفاه غسلاه اهو زي ما انتوا شايفين كده. نرجع لموضوعنا بقى. دلوقتي هنقلي مع بعض السمك. انا جبت شويه دقيق اهوت، حطيت عليه برضك كركم، وحطيت شويه ملح وشويه فلفل كمون وكزبره. ديت بهارات تبهر الدقيق ده، بتخلي السمك جميله بصراحه. والزيت بتاعنا اهوت بيقدح. هنحط كده السمكه هنا اهو، وهنعملها بالدقيق كويس. هنغلفها بالدقيق اللي احنا متبلينه زي ما انتوا شايفين اهو اهو. وهنحط في الزيت كده. الطاسه بتاعتنا كبيره، رغم ان هي كبيره مش هتاخد الا سمكتين بردك من اللي انا عاملاه ده. بصوا اهو بتبل بردك السمكه التانيه اهو. شايفين المنظر بتاع السمكه؟ بالهنا والشفا اللي هياكل بصراحه. والسمكه الكبيره دي في الشوي بردك بتبقى احلى واحلى. البوتاجاز اتوسختني من الدقيق اهو. حطينا السمكتين، فاضل عندنا بقى ايه، واحده بس اهي. ديت هنحطها ونروح حاطين ايه جنبها شويه بسارية كده يتقلوا معاها بعد ما نخلص السمكتين دول. هنسيبهم بقى ياخدوا يحمروا على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه،
يحمروا ونخليهم ايه مقرمشين وحلوين كده اهو. شويه بقى وهقلب على الجنب التاني. بصوا خد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هو لونه كمان ده الكاميرا مش مبينه لونه، والفتحات اللي احنا عاملينها دي خلاه يستوى من جوه. فاحنا لما نعمل السمكه الكبيره كده لازم نشقها كده من فوق علشان تستوي اصلا من جوه. انا مش عاملاها عشان اتبلها بصراحه، انا عاملاها علشان تستوي. عندنا اليمه الثانيه اهو. لما تعملي الحركه دي بتصفي اي ميه جواها، توقفي السمكه كده على بطنها، اي ميه جواها هتتصفي. بصوا جميل وتحفه. هنسيبه بقى شويه وبعد كده ايه نطلعه. اهو دي يا جماعه الاكله بتاعتنا خلصت اهيت. عملنا شويه رز اهوت بالكركم. ادي السمك بتاعنا اهو. البسارية بتاعتنا هي جميله بردك، والسلطه. ادي الاكل بتاعنا الغدا بتاع النهارده جميل ويفتح النفس. بالهنا والشفا.